لو تحدثنا عن التاريخ قبل الإسلام وبعده سنجد الكثير من اليمنيين الذين صنعوا التاريخ واحتفظ لهم التاريخ بما فعلوه من حضارات على مر السنين، وكثيرا من هذه الآثار والنقوش تثبت هذا التاريخ المشرف لليمنيين. هذا التاريخ وهذه الحضارة تورثها الأجيال كابر عن كابر ما قبل الإسلام وبعده، وهذا الفيديو هو واحد من الكثير من الذين سجلهم التاريخ من الملوك والتبابعة اليمنيين عن رؤيا رآها أحد الملوك التبابعة قبل 70 عاما من غزو الحبشة لليمن، والذي أدهشني فيها تفسيرها خاصة بأحداث الجاهلية وعامة بالإسلام. قال محمد بن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هائلة هالته وفضع بها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فاخبروني بها وبتأويلها. فقالوا: أقصصها علينا نخبرك بتأويلها. فقال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها، لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح، فإنه ليس أحدا أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سئل عنه. فبعث إليهما، فقدم إليه السطيح قبل شق، فقال له: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. فقال: أفعل. رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها ذات جمجمة. فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك من تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن بأرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك: يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ فقال: لا وأبيك، بل بعده بحين، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع ل70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: ومن بلى ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يريهم أرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيها الوحي من قبل العلي. قال: ومن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبئك به لحق. قال: ثم قدم عليه شق، فقال له كقول سطيح، وكتمه ما قال سطيح، لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم، رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كل ذا نسمة. فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إلى أن سطيح قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة، وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منهما كل ذات نسمة. فقال له الملك: ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان، لينزلن بأرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنات، وليملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك يا شق، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شان، ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن، يخرج عليهم من بيت ذي يزن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة، يدعى فيه من السماء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع الناس فيه للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أحق ما تقول؟ قال: أي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمض. قال ابن إسحاق: فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاد، فأسكنهما الحيرة. قال ابن إسحاق: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمر بن عدي بن ربيعة بن نصر، يعني الذي كان نائبا على الحيرة لملوك الأكاسرة، وكانت العرب تفد إليه وتمدحه. وهذا ما قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر، قاله أكثر الناس.
وقد روي عن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر سأل جبير ابن مطعم عنه ممن كان، فقال من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. قال بن إسحاق فوالله أعلم أي ذلك كان.